السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عاملين ايه؟ نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل صينية بطاطس سوري يعني ما فيهاش صلصة، مش بالصلصة، يعني هنعملها يعني بشرايح كده. اول حاجة عندي البطاطس اهيت غسلاها طبعا، هصفيها بس بالمية. عندي بطاطس وعندي بصل وعندي الطماطم والفراخ ودي تومة طبعا. احط البطاطس كده على البصل عليها كده، وهحط معاهم التومة، وانا دقها طبعا بفلفل دقها بفلفل وادعكهم في بعض كده. دقها التومة يعني بالفلفل طبعا والملح، الفلفل الاسود وملح. بعد كده معايا فلفل اخضر اهو، هاخد بس نصه علشان طبعا ده حامي قوي، ما يبقاش الاكل حامي ما نعرفش ناكل. خد نص بس. بس هاخد الصينيه كده دي واحط فيها كده شرايح قوطه، طعم واحده كده. واحط عليها طبعا البطاطس دي، بتبقى خفيفه بقى وجميله، والله بتبقى خفيفه احلى من بتاع الصلصه. ورست بقى عليها الفراخ دي، هنا بقى لازم ازودها ميه علشان الفراخ هتنزل الشوربه بتاعتها على البطاطس. احط لها برضو ملح وفلفل اسود. طبعا لما تغلي هتدوقيها، لقيتها عايزه ملح برضو احط لها حبه اول ما تغلي. عندي بقى هنا بقيه الطماطم هرصها كده عليها، الفراخ دي تبقى يعني المهم ان الفراخ تبقى الميه دي واصله لها. ممكن تغرزيها كده لتحت شويه علشان تغرزيها عشان تستوي، تخلي الصدر مقلوب كده. مش عايزين فيها صلصه كتير، هما دول بس كام قطعيه كده وخلاص. طبعا كده انت بتقلبي الملح اللي احنا حطيناه بس، وهولع عليها بقى واغطيها واسيبها عشان تستوي. اول ما تغلي شويه يعني تخش قبل ما تخش في السوا طبعا تدوقيها علشان تشوفي الملح بتاعها مظبوط ولا لا. لو مش مظبوط اديلها رشه ملح بس. نجيب الغطا بس بتاعها.
صينيه اهي هغطيها بيها اهي. او قبل ما تستوي، اما تستوي بقى اوريها لكم. انت بقى قبل ما اول ما تفور اول ما تغلي يعني شوفي الملح بتاعها مظبوط ولا لا. لو عايزه ملح حط لها ملح. معلش انا نسيت ارش لها رشه زيت من فوق. لازم الزيت رشه واحده كده من فوق عشان الفراخ تتحمر. اول ما لما لو لقيتيها ناقصه ملح حط الملح وهز الصينيه كده. هتلاقيها كله اتعمل في بعض. هنا بقى ايه هنعمل حبة رز في الحلة السلطات الجميلة دي. ايه رأيكم في الحلة؟ هنحطها كده على النار. انا بحب الحلة الصغيرة اوي. طبعا عشان ايه فيها ميه انا شطفاها لازم تاخد وقت شويه لغايه ما تنشف. خلاص الميه نشفت منها نحط حبه زيت. سيبهم يتقدحوا بس. حط معاهم خلاص اتقدح. حط معاهم حته سمنه زبده. دي زبده بقري بس انا مش مسيحاها. عندي برطمان لما اجيب برطمان هسيحها. عندي جبتها وكسلت اسيحها عماله اخد منها واحط في الاكل كده. معايا بقى ايه الشعريه اهي. هاخد بس ايه شويه حلوين كده علشان انا بحب الشعريه في الرز كتير بصراحه. بيبقى طعمه حلو. حمر الشعريه. خلاص كده حمرت الشعريه. قليتها باللون ده كده. معايا بقى الرز غسلاه. قلبته كام تقليبه كده. نحط بقى الميه. طبعا نغطيه بالميه لغايه ما نحط المعلقه كده المعلقه ما تبانش لغايه اخر المعلقه كده. بس خلاص كده بقى احط له الملح بتاعه واغطيه. اول ما يتشرب هروح موطيه عليه. نجيب الملح كده نحط نص معلقه ملح. كده بقى ايه هغطي عليه لغايه ما تشرب وهنوطي عليه لغايه ما يستوي على البخار. طبعا انا ظبطت له الملح. هغطيه لغايه ما ايه ما يشرب الميه بتاعته وبعدين هوطي عليه الرز. ودي طبعا اول ما تتشرب هحطها في فرن البوتاجاز. يعني اول ما تغلي لها كام غلوه كده هحطها في الفرن.